بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. هنعمله النهاردة مع بعض مربى السفندي. أنا اتعمدت أسيب آخر فصين كده مفتحهمش، وهفتحهم معاكم كده أعرفكم أنا بفتحه ازاي. أنا طبعا مطلعه منه القشر الأبيض اللي فوق ده كله عشان خاطر المرارة. طبعا البذر ده كله كده أنا هرميه اهو. انا فتحتها وشايله منها القشر الابيض وشايله منها كل حاجه. فتحها كده مع بعض من النص كده. فتحناها اهو وشلنا منها البذر. تمام. طبعا انا معايا كيلو ونص سفندي. هنحط هنا كوبايتين سكر. هننزل كده بالسكر كده، ونزلت عليه اهو بالكوبايه التانية. طبعا انا في فيديو مربى البرتقال انا عملت معاكم كوبايتين برضو سكر. طبعا انا مش بحط سكر بسيط ولا حاجه، عشان بس ايه حبايبي اللي بيحبوا المربى مسكره. المربى بتبقى كده برضو مسكره وبتبقى جميله. فانتوا اكيد جربتوا مربى البرتقال ولقيتوها حلوه، سكرها حلو معاكم. فانا بسيبها كده ساعتين في السكر كده. تمام. وبرجع ايه ارفعها على النار واعملها. حبايبي دي المربى اهي بعد انا ما سبتها في السكر. انا ما سبتهاش طبعا ساعتين، انا سبتها 5 ساعات في السكر كده. قلت برضو ايه عشان السكر والسفندي ينزل كل السوائل اللي فيه. إيه احنا هنجيبوها نحطها على النار كده. انا هنزلها هنا كده في الحله اهي. بسم الله. طبعا هننزله كل السكر كل السوائل دي كلها كده، عشان احنا طبعا ظابطين المقادير بالظبط. وهنرفعها على النار كده، وهنسيبها شويه كده لمده 10 دقايق، وهقول لكم هنعمله ايه. طبعا هي بتاخد تلت ساعه معانا، فانا بعد ال10 دقايق بالظبط هقول لكم هنعمله ايه. طبعا انا معليه عليها، وبعد 10 دقايق هنوطي عليها، هنخليها على نار متوسطه. طبعا السكر بتاعي اهو تقيل اهو، عشان انا سبته فتره يعني مده طويله شويه. هي بتطلع رغاوي وهي بتبدا تطلع الرغاوي دي احنا بنشيلوها كده اهو، عشان ما تمررش معايا المربى. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله هتعتمدوها، وان شاء الله تعملوها لاطفالكم ويحبوها. اهي اهي انا كل ما بلاقي الرغاوي بيطلعوا معايا كده بقوم جايه شايلاها كده. اهي طبعا انا طلعت كل الرغاوي الصفرا اهي، مفيهاش اي طبقه صفرا خالص اهي. هسيبها بقى على نار متوسطه كده لمده 10 دقايق كمان، كده عدى 10 دقايق. وطبعا مع استمرار التقليب كل دقيقتين تلاتة كده ايه نبدأوا نقلبه فيه. طبعا انا كل دقيقتين كده بديها تقليبه زي ما قلت لكم، عشان ما تلزقش بس في القعر معايا.
وتتحرق مني. انا معايا هنا معلقه شربات اللي هي بتتعمل بليمون وسكر وميه، تمام. دي متوفره عندي وانا شايلها في التلاجة، فانا بحط عليها معلقه كده عشان دي بتقل القوام بتاعها شويه. ما عندكيش مش متوفره، مش موجوده عندك ومش متوفره، اعصري عليها نص عصره ليمون اهي. المعلقه دي بتقل قوام المربى. حبايبي دي المربى اهي، بعد ما استوت معايا انا سبتها تلت ساعه بالظبط على النار، تمام. عايزه اقول لكم معلقه العسل اللي انا حطيتها دي تقلت قوامها وخليتها متماسكه، فانا هضربها في الخلاط ضربتين كده وارجع لكم. حبايبي دي المربى اهي، بعد انا ما ضربتها في الخلاط انا حطيتها غلوه كمان اهي، وهسيبها تبرد وهفضيها معاكم اهي. متماسكه جدا زي مربى المحلات بالظبط، الشركات اهي. اهي انا فضيتها في البرطمان كده اهو، ما شاء الله مطلعه معايا علبه كويسه ومحترمه، علبه كبيره وحلوه. عايزه اقول لكم طعمها ولونها، بصوا شايفين شكلها عامل ازاي، طعمها جميل، احلى من مربى الشركات.